هل تعرف بيلا رمزي؟ لو ما تعرفهاش فهي أحد أهم أبطال مسلسل جيم اوف ثرونز. But I am every bit as much a northerner as you. ما تعرفهاش برضو؟ طب بيلا رمزي هي إلي بمسلسل The Last of Us 1 و 2. Let me out or you're gonna pay, motherfuckers! يا ما كنتش انا ليلى ولا بنسبة هواك ميلة. أكيد كده أنت عرفتها، ولكن أكيد ما تعرفش إيه اللي حصل لها. بس أنا ممكن ألخص لك اللي حصل ليها في جملة بسيطة جدا، وهي إنه لو رجع بيها الزمن تاني وعرض عليها مسلسل The Last of Us 1 و 2 مش هترفضه، بل هتجري ورا صناع العمل بالشبشب، لأن اللي حصل لها بسبب المسلسل ده يجيب اكتئاب فعليا، بل يدمر أي حد نفسيا. السبب؟ هل أدائها كان سيء؟ للأسف يا صديقي المشكلة مش في أدائها بس، المشكلة دايما بتكون خلف الكواليس، بتكون بالأفكار المسمومة أو التوجه الغبي اللي بيحول الجمهور للزومبي ما بيتفهمش معاك أصلا. لذلك الضحية كانت بيلا رمزي. طب هل هي ضحية فعلا؟ هل تستحق الشفقة أصلا؟ الحقيقة اني كنت مشفق عليها جدا. تخيل ملايين الناس ماسكينك تريقة وعمالين يعملوا عليك ميمز كتير جدا، لدرجة انك قفلت كل حساباتك ودخلت في حالة نفسية زي الزفت. اكيد لازما الناس تشفق عليك، لازما تصعب عليهم، ولكن اللي حصل كان العكس تماما. الناس بعد ما عرفت افكار البنت دي ولا فرقت معاهم ولا حتى هتفرق معاك بعد الفيديو دون. You're non-binary. Yeah. You find the they/them pronouns most appropriate. You were born female, but she doesn't fit for you. It's a really good question. ايه اللي انت عاملاه في نفسك دون؟ بقى دي إلي؟ دي البسكوتايه بتاعت ذا لاست اوف اس؟ يا اخي دي البنات اللي بتعمل كوسبلاي على التيك توك الإلي افضل منها بكتير جدا لدور إلي، والمشكله مش شكلا فقط، حتى الاداء يا جماعه. بنات التيك توك اللي بيحبوا إلي يقدروا يتقنوا الدور بتاع إلي اكتر منها بكتير، قسما بالله يقدروا يقدموا الدور دون افضل منها مليون مره كمان، افضل منها شكلا واداء. For what? For saving your life? ولكن صناع العمل خبثة. فكرة انك تكون غير سوي فده عز الطلب لاخينا دون، وفكرة انك تكون نجم بجيم اوف ثرونز فده عز الطلب ل HBO المنتجة لمسلسل The Last of Us. هنا HBO قالت لك ايوه دي بطلة جيم اوف ثرونز او احد ابطال المسلسل الكبير دون، فاحنا نبيع بالنجاح بتاعها دون ونخليها هي في دور إلي. وكتاب العمل وخصوصا نال دراكمان شافوا ان سلوكها الغير سوي هو عز الطلب لخدمة اجنداتهم. هتقول لي عمال تقول غير سوي ليه؟ هي عملت ايه غير ملابسها الرجولية دي؟ هقول لك بيلا رمزي لوحدها بدون The Last of Us هي أجندة متحركة، وخليني أعرفك ليه وإيه هي قصتها، بل هعرفك ليه الناس شايفة إنها تستاهل كل اللي حصل لها ومحدش بقى متعاطف معاها أصلا. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. بدون اي مقدمات طويله خلينا نخش في الموضوع على طول. في احد الايام ظهر خبر بيقول لك انه اخيرا هيتم عمل مسلسل لايف اكشن للعبه ذا لاست اوف اس، ولو مش فاهم ده معناه ايه فحابب اقول لك ان في ناس كتير عندهم ذا لاست اوف اس في كفه وحياتهم العاطفيه بالكامل في كفه تانية، يعني ممكن يكسروا معاك صحوبيتهم وعشرتهم كمان لو غلطت في اللعبه دي فقط. والدليل كمية الناس اللي تهجمت على صناع المحتوى اللي انتقدوا الجزء الثاني لمجرد ان القصة فاشلة ومليانة بالاجندات. Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't. Joel, please get up. طبعا اقصد هنا اللعبه مش المسلسل، والكلام ده ما حصلش بره فقط، لا ده حتى حصل عندنا هنا بالوطن العربي. تخيل ان كان في فانز متعصبين جدا، والفانز دول بهدلوا صناع محتوى كتير جدا عندنا بسبب حبهم للعبه دي. فالجيم ليها مكانه مقدسه عندهم، ولذلك لما تعمل لها عمل لايف اكشن لازم الجمهور هو اللي يوافق على اختياراتك للعمل، يحس اختياراتك، يحبها، لان ده عمل مهم جدا عندهم. فلما جت HBO الشركه المنتجه للعمل وقالت لك والله احنا اخترنا الممثلين خلاص، هنا الكل اترعب وقال لك ازاي، وبداوا يتساءلوا يا ترى اختاروا مين اصلا. قالوا لك والله جول هيقوم بدوره الممثل العبقري بيدرو باسكال. هنا الناس كلها ما صدقت نفسها، فعلا ده انسب ممثل يقوم بالدور بتاع جول من حيث الملامح والاداء التمثيلي، وقالوا لك خلاص كده ضمننا قسط زي الفل للعمل ده بالكامل، عشان بعدها HBO تصدمهم وتقول لهم إلي هتقوم بدورها بيلا رمزي. امشي يلا من هنا، امشي. ازاي يا فندم؟ بيلا رمزي مين دي اللي تقوم بدور إلي؟ دي ولا شبه إلي ولا عندها مقومات الدور. أنا متغاظ.
ما ينفعش لمجرد انها بطله مهمه جدا في جيم اوف ثرونز تتشعلقوا على قفا نجاحها دون وتضموها لذا لاست اوف اس. طبعا انا كده كلامي باحترام لان دي كانت اسئلتي ساعتها، ولكن الجمهور ما سالش بالاحترام ده كله، بالعكس حرفيا جمهور اللعبه دخل سفل في البنت وبهدلها اخر بهدله، وكانت حاجه اخر نيله. البنت لسه ما عملتش حاجه، ما مثلتش اصلا، لسه مجرد اختيار، ولكن المتعصبين الالعاب كانك قتلت لهم قتيل. وهنا اتضح انه المتعصبين مش بس في الكوره بل حتى في كل شيء. طبعا البنت طلعت هنا وردت على كل الانتقادات دي وقالت لهم انها واثقه من عمل الدور دون وهتقدر تجسد دور إيلي بشكل ابداعي جدا على الرغم من كل تعليقاتهم السلبيه. وقد كان المسلسل بينزل وبيلا رمزي بتثبت صحه كلامها وان الهجوم الشرس عليها كان هجوم غير مبرر. فعلا بيلا رمزي اثبتت انها انسب شخصيه تقوم بدور إيلي في العمل اللايف اكشن، ولكن متعصبين اللعبه كان اللي مخوفهم فقط هو فارق الشبه ما بين الاثنين مختلفين تماما، فده هيأثر على تجربه المشاهده. اللي هو جمهور اللعبه كان بيقول لك انا عاوز اشوف إيلي بنفس ملامحها ونفس شكلها ونفس الاداء بتاعها، ما ينفعش تديني ملامح اخرى، وده سبب هجومهم عليها قبل ما تعمل الدور اصلا. لكن بيلا رمزي اثبتت ان الملامح مش كل شيء، الاداء التمثيلي هو الاهم. طبعا انت فاكر ان ده كلامي او رايي؟ اطلاقا عزيزي المشاهد، ده كان اراء النقاد وجمهور السلسله السطحي بعد ما شافوا اداء بيلا رمزي. انا عن نفسي عجبني المسلسل وعجبني اداء بيدرو باسكال جدا. If you're feeling lost, Tell me to look for the light and I'll break your jaw. It was perfect. Perfect. وبيلا رمزي ما كانش ادائها سيء بالنسبه لي يعني، ولكن بنفس الوقت كان اقل من الطبيعي، فما كانش لازم تعليها قوي علينا كده وتقول ان دي فنانه ليها وزنها وشوف دورها بجيم اوف ثرونز ومش عارف ايه. لا ده كله غلط. انت من الاخر اتشعلقت في حاجتين اتنين، نجاحها بجيم اوف ثرونز عشان تبيع مسلسلك دون، وتاني حاجه انها افضل من يخدم الاجنده بتاعتك، وده هنجيله بالموسم الثاني. ولكن انا عايز اقول ان اي بنت حتى لو لسه بتبتدي تمثيل يا اخي، لو حتى بتعمل تيك توك فقط كانت هتقوم بنفس اداء بيلا رمزي واحسن كمان. فانت كان المفروض تبحث عن الشكل قبل الاداء اصلا، خصوصا بعد ما شفت ان البنت ادائها طبيعي جدا واقل من الطبيعي في الجزء الاول. فدور على إيلي بجد، مش تدور لي على فنانه ناجحه عشان تبيع مسلسلك. يا اخي اقسم بالله انا بشوف تيك توكر كتير جدا اشبه بإيلي اكتر من إيلي نفسها، وانت جايب لي بيلا رمزي. ده طبعا يا جماعه لفت نظري لمشكله كبيره جدا، والمشكله دي ان عالم اللايف اكشن او السينما يعني بيستحقروا جدا مؤدين الاصوات بتوع الالعاب، وده لانهم مجرد فويس لشخصيه، فلذلك بيختاروا ممثلين كبار جدا عشان يبيعوا على حسهم. عندك مثلا شخصيه زي دارتش فاندرلاند، المؤدي بتاعها دايما مهمش في الافلام مع ان صوته اصلا لوحده كاريزما. عندك شخصيه زي ستيفن اوج، شخصيه ابدعت بصوت تريفر ولكن مهمش بالتمثيل جدا، مع انهم لو عصروها هيطلعوا منه اعمال خطيره جدا يا جماعه. فده مضايقني جدا. انت ليه بتستحقر مؤدين الصوت بتاع الالعاب؟ دول ممثلين كبار جدا، ليه بتعاملوهم كانهم تيك توكر؟ حتى التيك توكر فيهم ناس كتير جدا مبدعين. انا بسال سؤال واحد يا جماعه، ليه بيتم التقليل من الفويس اكتر بتوع الالعاب؟ Get the hell out of here. Get your hands off me. مع انهم يا جماعه كاريزما كبيره جدا. ستيفن اوج دون المفروض يتعمل له اصلا لايف اكشن بدور تريفر او حتى ادوار تانية شريره. المهم بعد الموسم الاول النقاد قالوا لك البنت الاداء بتاعها كان جبار وتستاهل الدعم فعلا. النقد السلبي على بيلا رمزي تحول بشكل كبير جدا لايجابي، الكل حبها وحس مشاعرها في دور إيلي بالجزء الاول، حتى انها ترشحت بسبب تجسيد الدور دون لجائزه جولدن جلويز، وده بيوريك ان حتى النقاد تقبلوها وغيروا فكرهم عنها هم كمان. هنا بيلا كانت مبسوطه لكن كان واضح عليها اثر نفسي سيء بسبب الانتقادات. حتى هي بنفسها قالت ان التعليقات اثرت في نفسيتي جدا، انا نجحت واثبتت خطأهم لكنهم اثروا فيا. انا حابب اقول لها ما نجحتيش يا بيلا، انت فقط تم تطبيق النجاح ليكي مش اكتر. انت ادائك كان اقل حتى من العادي، رياكشناتك كانت مستفزه متصنعه مش إيلي اللي انا اتعودت عليها. اللي خلاني ابلع المسلسل ده يا جماعه هو بيدرو باسكال، وده يجيبنا للانهيار الكبير. الموسم الثاني يا جماعه وفظاعه الموسم الثاني، وخلينا اسميه موسم الاجندات، موسم التحول، موسم الانهيار الكبير، موسم انهيار التحفه الفنيه لمزبله اخلاقيه. بيلا رمزي اتبهدلت يا معلم بسبب الموسم دون بشكل غير طبيعي. يكفي اقول لك ان نفسيتها اللي باظت بسبب الموسم الاول، الموسم الثاني بوظها لها اكتر منه 10 اضعاف. خلينا نعرف الاول ليه الموسم الثاني كان سيء جدا كده، ايه اللي عمله عكس الاول يعني وقلب عليه النقاد واللاعبين كلهم، وحذاري ان تجعل الجيمرز غاضبين. وخلينا نلخص لك اللي حصل دون في جمله بسيطه جدا، تغيير بالاحداث. وده يرجعك للموسم الاول. تفتكر ليه الموسم الاول اتبلع ونقدر نقول انه عجب الناس؟ لانه ما غيرش بالاحداث، ما غيرش بالسرد بتاع اللعبه، نفس اللعبه في كل شيء. وده لو ما تعرفش فهو احترام كبير جدا للاعبين. انا عارف كويس ان لازم يكون في اضافات ولمسه بسيطه من صناع السينما عشان يوروا لك شيء جديد او مختلف، لكن ده في 90% من الاعمال المقتبسه بتخلي التجربه اسوأ واوحش بكتير. ما ينفعش تغير لي في احداث لعبه انا عاوز اشوفها
لايف اكشن، ما تدينيش شيء مختلف خالص. وكذلك العكس، ما تعمليش مثلا لعبه عن فيلم جون ويك الجزء الاول وتديني شيء مختلف عن الفيلم. عاوز تديني شيء مختلف عن الفيلم، يبقى اديني قصه مختلفه لكيانو ريفز، قصه مبنيه من الصفر، يعني زي مثلا قصته قبل الجزء الاول، قصه انت اللي بتبنيها بنفسك وبتكتبها، قصه ولا تعمل لها فيلم ولا اي شيء. هنا هتقبل اللعبه بتاعتك وهقول انها شيء جديد. لكن تعمل عمل لايف اكشن وتحاول في كتابته، انت كده بوظته. تخيل مثلا يعمل لك جاد اوف وور الجزء الرابع ويحذف لك منها سيندري، محدش هيتقبل ده. ودي كانت اول العيوب. تاني عيب كان اداء إلي، يعني ادائها ما بقاش حتى اداء طبيعي او حتى متصنع، ده بقى اداء منيل ب60 نيله. إلي تحسها مش إلي اصلا، بل حصل لها شيء حاول فيها من اجل خدمه اجنده واضحه. ادائها اتغير، صوتها اتغير، تصرفاتها اتغيرت اكتر واكتر، حتى يا اخي شكلها اتغير جدا. You're non-binary. Yeah. Definitely different kids. How so? Well, she was a lot more, I want to say girly, and I'm not saying that you're not girly. I'm not. Yeah, you're not. بيلا رمزي بتقول على نفسها انها مش بنت يا جماعه ولا حتى راجل، بل هي شيء مختلف، شيء ثالث كده بالنص. بيلا رمزي بتقول عن نفسها انها نوع اسمه كده نون باينري. طب يعني ايه المصطلح دون؟ لما بحثت عنه بجوجل قال لي والله يا دوتسي انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس المصطلح دون بيقولوا لبعض على نفسهم كدلاله على انه ولا راجل ولا ست. امال مين يا عمنا؟ حاجه كده بالنص، اختراع جديد يعني على راي اخونا فاروق. هتقول لي اتعاطف ليه؟ ممثله فشلت وخلصنا. هقول لك يا عزيزي ده بالنسبه لك، لكن محبين اللعبه بالنسبه لهم دي كارثه كبيره، وبداوا من هنا ينتقدوها وينتقدوا العمل بالكامل، بل انهم صعدوا الموضوع جدا وبداوا يعملوا قصف مراجعات عشان الموسم يقع اكتر واكتر. وده لان صناع العمل مش بس استفزوا الجمهور عن طريق ان هم غيروا اداء إلي، زي مثلا ان هم خشنوا صوتها وغيروا ادائها، لا خالص، دول خلوا احداث الجزء الثاني كلها انتقام وغضب، وتخرج من صدمه لصدمه، وقتل جول، وإلي تحولت لمنتقمه دايما غضبانه. واصلا إلي بالجزء الثاني من اللعبه مع انها كانت غضبانه على موت جول، الا انها ما كانتش زي اداء بيلا رمزي في الجزء الثاني. فالناس طبعا كرهت العمل بالكامل وقصفوه بالمراجعات، زي على روتن توميتوس وميتا كريتيك، بهدلوا الدنيا خالص على الموسم دون. طب هل بيلا تسكت؟ طبعا لا، طلعت وقالت لك والله اللي مش عاجبه المسلسل ما يتفرجش، العبوا اللعبه وسيبوا المسلسل لناسه. يا بنت بطل استفزاز، المشكله انها مش مدركه انها بتستفز زومبي بجد مش لاعبين. طبعا اللاعبين هنا وحتى كمان المشاهدين اللي ما كانوش يعرفوا اصلا اللعبه قالوا لها طب تعالي احنا اصلا كنا ناسينك ولكن جه دورك، وبداوا ينتقدوها يا جماعه بشكل مرعب، يخشوا لها على الخاص بتاعها ويهزقوها، ينزلوا بوستات مهينه عنها، حتى كانوا بيدخلوا على البوستات بتاعتها ويبوظوها تماما لدرجه انها قفلت حساباتها كلها. هل يسكتوا لحد كده؟ بالعكس، اللاعبين قالوا لها هو انت مش نون باينري؟ انت النوع الثالث يعني؟ طب تعالي، وخدوا الهجوم لمنحنى تاني خالص. حرفيا بدأ كل اللاعبين يمسكوا بيلا رمزي ويعملوا عليها ميمز فقط، واستلم بقى ميمز بطعم الجبنه، ميمز بطعم الشطه، وشلفطوها على الاخر. وده لانها كانت مستفزه جدا، زي الرد بتاعها على الانتقادات او حتى ادائها في المسلسل وحاجات كتيره تانية. حتى ملامحها لا تقترب من إلي اصلا بربع جنيه، يعني احنا بلعنا ان انت مش شبه إلي، كمان مستفزه وكمان طلعت نوع ثالث. طب تعالي، وده جبنا ليه انا كرهت الموسم الثاني وازاي بيلا رمزي فادت صناع العمل في اجندتهم. بيلا المفروض انها بتقوم بدور إلي يا جماعه، وانتم عارفين إلي الوان بالجزء الثاني، فلان بيلا رمزي مصنفه نفسها انها شيء ثالث فضائي يعني مش راجل ولا ست، فده خلاهم يستغلوها بشكل يخدم الشخصيه اكتر. يعني ايه؟ يعني طلعوها فيها خشونه الراجل، الصوت والملامح والافعال والتصرفات وكل شيء تشبه الراجل، وده فاد اجنده الالوان بجداره. اي اتنين بسكليتات، واحده تقول لك هي نون باينري والثانيه تقول لها جوزيني نفسك، وتم انشاء قبيله جديده. فهي خدمت صناع العمل في كارثه كبيره، حولوا لوحه ماستر بيس لمزبله اخلاقيه. فانا حابب اسمع برضو رايك بالموضوع، وهل شايف ان بيلا رمزي تستحق الشفقه وانهم استغلوها، ولا هي اصلا غير سويه؟